مساء الخير عليكم حبايبي في كل مكان. قالوا نعمل معانا عشاء خفيف للولاد عشان محدش يقول لا نروح بره ولا نشتري دليفري. معانا الهوت دوج اللي هما بيجروا عليه بره. انا بفتحه بالراحه عشان ما يفصلش مني. هتشوفوا هنعمل فيه ايه حالا. دي صينيه انا دهناها زيت، ودي خلة السنان. نعمل لهم كمان واحدة بالراحة خالص عشان ما يفصلش منك، مفيش حتى فيه تقطع ويبوظلك الشكل اللي انت عايزة تعمليه. هنعمل لهم كل حاجة وهنقعدهم في البيت. هنا هنحط كمان واحدة. حطيناه على البوتاجاز في الزيت، اتحمر من وشه، هو متحمر، وقلبته وحطيته على الوش التاني كمان اتحمر. شلنا الخلة طبعا كلها. هنقوم جايين هنا البيضة، ملح طبعا لكل بيضة خفيف خالص، وكل واحدة بقى زي ما عارفة ولادها بيحبوا الملح ايه. ادي الفلفل، ولا يقولوا لنا نخرج ولا يقولوا لنا ديليفري، هياكلوا ويتبسطوا. اللي بيحب البيض يعني مش جامد برشت كده عادي، انا بحب اسويه لهم شويه فهحط عليه غطا. غطا 5 دقايق وهنطفي عليه نشوف. ده شكله النهائي بعد ما اتعمل اهو الهوت دوج بالبيض. هنطلع لكل واحد واحده. احنا مجهزين لهم ايه، العيش، هذه الشوكة والسكينة. كده مش هنخرج بره ومش هنعمل حاجة. ممكن تحط لهم معاه بطاطستين، اللي بيحب زيتون يحط زيتون. ودي عشوائية جميلة من غير خروج، من غير دوشة، من غير ما نبقى قلقانين عليهم الاكل بره نضيف ولا مش نضيف.